بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. صباح الفل عليكم، صباح الحلويات، صباح كل حاجة حلوة في حياتكم. النهاردة هنعمل طريقة جميلة جدا للفطير. احنا نعمله فطير شرقي بس هنعمله بقى محشي. ماشي يا حبايبي، طريقة جميلة وهتحبوها ان شاء الله. بصوا بقى، هنجيب العجين. انا جبت عجين، ما هو ما بيبقاش ليه مقادير. طبعا ما انت عايزه بقى 2 كيلو كيلو اللي يعجبك بقى. ماشي يا حبايبي، هنجيب نص بيكنج باودر، وحطيته عليه، وحطيت ملح، وحطيت معلقه سكر. معلش الحته ديت بقى سبقتكم شويه قبلها. حطيت معلقه سكر و... ومعلقه ملح، وحطيت نص معلقه بيكنج باودر. ده جميله جدا، البيكنج باودر بيخليها نافشه وحلوه كده العجينه، وبتخليها لينه معاكي. ماشي يا حبايبي، هنقعد بقى نعجن فيها ميه من الحنفيه عادي، او ميه فطره. انا كان عندي ميه فطره، كنت عامله بيتزا جنبها. كنت بس انا صراحه مصورتهالكوشي، بس هصور لكم واحده في الاخر. ماشي، كنت عامله بيتزا جنبها في حشو واحد يعني. كنت عامله بس فطرتين من الحشو بتاع من الفطير، وقمت عامله حاجات تانية بيتزا عشان اولادي كانوا عاوزين بيتزا. فعملت ده وده جنب بعضه من نفس الحشو يعني. فربنا يعيننا ويقوينا عليهم، ويقويكم كلكم على عيالكم يا رب، وتحققوا لهم كل اللي بيتمناه. بصي يا حبايبي، قمت انا عامله بقى يعني يعني فطرتين محشيين، وعملت بقى يجي كام جنب ساعة كده للعيال جنبها، عشان هما بيحبوا البيتزا جدا. ماشي يا حبيبي، جبت فلفل الوان بقى وقطعتها كده، منها للبيتزا ومنها للفطير. عملتها يعني اكنها حاجه واحده، اللي نفسه في الفطير ياكل، واللي نفسه في البيتزا ياكل. ماشي يا حبايبي. بصوا هي بتبقى قلبة ووجع قلب شوية في الوقفة يعني بتاع المطبخ. بس يوم بقى، والعيال الأطفال بيحبوها، وكمان بنوفر شوية ان احنا نجيب من المطاعم. والمطعم دلوقتي البيتزا غالية جدا، وهي مكلفة. انا ما قلتش ان هي مش مكلفة، بصراحة هي مكلفة. البيتزا وعمال الفطير في البيت هي مكلفة جدا كمان، بس اوفر من بره وانضف، وانت عارفه انت بتعمليها ازاي وحاطه فيها ايه. ماشي يا حبايبي، ديت الصلصه اللي انا بعملها، ديت عباره عن زيت، وحطيت تومه، وحطيت زعتر فريش بيبقى جميل جدا بري. بيبقى ريحته عامله زي ريحه الصلصه الايطاليه بالظبط، اللي بتتجاب جاهزه من السوبر ماركت. ماشي. حطيت معلقه عسل، معلقه العسل الاسود ديت. لو ما عندكيش حطي عسل ابيض، بس هي بتديها حلو قوي، لون حلو قوي مكرمل كده في الطماطم، بيديها لون جميل قوي قوي. بصوا بقى، انا حاطه كيس صلصه من الفريزر، مطلعاه من الفريزر وحطيته عليه. خلي بالكم انا مش بحتاجها كلها، واللي بيفيد بعمله منه مكرونه اللي بتبقى احطه في التلاجة من تحت، واحط المكرونه. بصوا انا حطيت معلقتين ملح. بتبقى جميله جدا في المكرونه كمان الصلصه دي. ماشي يا حبايبي، الصوص بتاع الطماطم دي. بصوا حطيت معلقه فلفل ومعلقه شطه. واحط معلقه سكر، حطيت معلقه ملح ومعلقه سكر. اوعي تنسوا السكر في الصلصه بالذات، اي صلصه طماطم او بتاع. ده اللي انا حطيته دوت حبهان بوتر، انا بطحنه في البيت مع ورق لورا. بطحنه في قلب المطحنه، بيبقى ريحته جميله جدا في اي حاجه بصراحه. هنعمل بقى دلوقتي الحشوه اللي هنحطها في قلب الفطيره، وهي عباره عن هنجيب بصلايه. لو انتوا مش عاوزين تحطوا بصل، واطفالكم ما بيحبوش البصل في قلب الحشو، ما تحطوش. حطوا بصل بودر وتوم بودر. انا هحط برضك معاه بصل بودر وتوم بودر. ماشي يا حبايبي. هنقوم واخدين تشويحه كده. الفراخ ديت عباره عن ربع كيلو فراخ يعني. يا بصوا بقى يعني، على قد ما بنقدر بنوفر. الايام دي الدنيا غاليه جدا. شفتوا يعني تكلفه البيتزا دي؟ ما اقولكوش، البيتزا نفسها الكيلو 100 وحاجه. كيسه الموزاريلا بقت غاليه جدا جدا يعني. مش عارفه في، او حتى ما بتحطيها ما بتديكيش النتيجه اللي انت عايزاها، ان هي تبقى حبة صغيرين وبتسيح وكده وتبقى كتيرة. مش عارفين ايه اللي حصل في الدنيا، ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. بصوا، حبة ملح وحبة فلفل ومعلقة عسل ابيض.
حطيت ملح وفلفل وحبهان بودر وملح، وهجيب توم باودر وبصل باودر مع بعض مخلوطين مع بعض. ماشي يا حبايبي، وحطيتهم زي ما انتوا شايفين كده ملح وفلفل وشطه و... وحطيت كمان معلقه قشطه في الصوص. ماشي يا حبايبي، معلقه القشطه دي بتغنيكي. انا حطيت الدقيق، انا مش عارفه الحته دي ما جاتش ليه. حطيت الدقيق وحطيت قلبتها شويه، قمت حطيت عليها ميه، وقمت حطيت عليها معلقه قشطه. ماشي. هنقعد بقى نقسمها على 2. هي العجينه دي بتاعه الفطير اللي انا وريتها لكم. هنحاول نقسم واحده كبيره وواحده صغيره، يعني كوره كبيره وكوره صغيره. الكرة الكبيرة هنفردها، خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا هتشوفوها ان شاء الله. هوريها لكم ان شاء الله دلوقتي. بصوا بقى، لو انتوا وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش في الاشتراك. انا اسمي هند طلعت من ست الدار. على الله تعجبكم القناه، ولو عجبتكم القناه ما تنسوش اختكم في الاشتراك. الله يكرمكم يا رب ويعزكم كلكم يا رب. انا بحبكم كلكم في الله. ماشي يا حبايبي، وكل اللي بيعمل لي تعليق انا بحبه جدا جدا في الله. هما مجموعة صحبة حلوة كده، وانا بحبكم كمان، انا بحبكم جدا جدا. ماشي يا حبايبي. هنحط الزيت زي ما انتوا شفتوا كده، عملتها فردتها، وقمت جايه افرد التانية كمان زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. حاولت افرد على قد ما اقدر. ما تحاوليش ترققي فيها قوي لانها ما بترقق. انا حاولت اعمل زي بتاع الفطير زي الفطاير كده، وحاولت افرد كده بالطريقه دي، بس يعني كانت بتنجح معايا شويه وما بتنجحش شويه. شوفوا كانت بتفرد شويه. جميله قوي الطريقه دي، بحبها قوي، بتفرد معاكي برضك بس مش قوي. بصوا بقى يا حبايبي، شوفوا يعني حاولوا ما ترققوش على قد ما تقدروا. هي ما بتتقطع ما بيكرراش اي حاجه، بتلم مع نفسها، بس حاولوا ما ترققوش لان ما بترقق قوي قوي ما بتتكيش السمك الحلو الطري ده. ماشي يا حبايبي. طريقه جميله وهتحبوها ان شاء الله بطريقتي انا، بطريقه ست الدار. على الله تعجبكم يا حبايبي ان شاء الله. بصوا بقى، هنفرز زي ما انتوا شايفين كده على قد ما اقدر. وقمت حاطه بقى السمنه دي سمنه فلاحي على سمنه روابي او اي سمنه عندكم كريستان او اي حاجه، حطيتها على ده عشان تديها ريحه حلوه كده. جبت الحشوه اللي انا عملتها معاكم وحطيتها زي ما انتوا شايفين. اول راق وتاني راق، وده اللي انا كره كبيره وكره صغيره زي ما انتوا شايفيني، وعملتها زي ما انتوا شايفين كده، وفلفل الالوان. ولو عاوزه تحطي جبنه موتزاريلا حطي. انا حطيت جبنه هنا، جبنه رومي بدل الجبنه الموتزاريلا في قلبها. انا بحب الجبنه الرومي قوي قوي في الحشوه. وقمت فوق الوش بقى بحط جبنه موتزاريلا. خليكم معايا لاخر الفيديو هتشوفوا يعني طريقه التسويه. اختي ربنا يخليها لي يا رب قالت لي ان هو اهم حاجه في تسويه الفطير. هي بتعمل فطير من زمان عني كمان، فقالت لي اهم حاجه في تسويه الفطير انك تعمليه على نار عاليه. وبصراحه انا لما جربته على نار عاليه لقيته جميل جدا. حاولت اعليه على نار عاليه وحمرت الوش وكده طلع حلو فعلا زي ما هي قالت لي. تسلم لي يا رب وتخليها لي يا رب، وما تحرمنا من حد مننا يا رب، وما تحرم ما تحرم حد من اخواته، ويخليكم لبعض كلكم. ماشي يا حبايبي. فردتها زي ما انتوا شايفين كده. واحدة تانية ديت عملتها محاولتش ارقق فيها عن التانية بصراحة. في واحدة طلعت يعني هي طلعت حلوة وكل حاجة، بس طلعت رقيقة شوية عن دي. فديت طلعت سميكة شوية. وانا بحب بصراحة الفطير اللي بيبقى طري كده، ما بحبوش اللي بيقرقش قوي ده. اهم حاجة في الفطيرة انها تبقى طرية. ماشي. فحاولت اعمل تاني زي بتاع الفطاطرة وطلعت بتفرد معايا حبة، بس بتبقى حلوة اوي بالطريقة ديت، او انك بتفردي بتفرديها زي بتاع الفطاطرة كده، بتاع الفطير. ماشي يا حبايبي. انا فردتها قدامكم اهوت. جبت بقى السمنه اللي انا مسيحاها. لو انتوا عاوزينها تحطوها كده من التخير تسييح حطوها طبعا ما انتوا بتحبوا طبعا. انا بفضلها وان هي سايحه كده.
بحس ان هي بشوفه بتورق معايا. شوفوا النفخه بتاعه العجينه، بحس ان هي بتورق كده وهي البتاع سايح. ماشي يا حبايبي، دي هنعملها بالجبنه وفلفل الوان، مش هنحط فيها اكتر من كده، مش هنحط فيها حشوه يعني. هحط لها جبنه رومي، واحط لها رق من الجبنه الموتزاريلا، واخطي عليها بقى. ماشي. ان شاء الله تعجبكم القناه، اوعوا تنسوني في الاشتراك. يا رب يخليكم يا رب، ويبارك فيكم كلكم يا رب. وشكرا جدا الاخوات اللي بيتصلوا بيا ويقولوا لي كلمه حلوه في اللايك، في التعليقات. ويا ريت يعني تعلوا لي القناه معاكم، يا رب يصلحها لكم ويصلح حالنا معاكم يا حبايبي. ماشي. شفتوا بقى بعمل ايه ازاي؟ بلمها مع بعضها كده، بس اوعي تفرديها، اوعي تفرديها آه، اوعي تفرديها وهي لسه مطبقاها. لازم تريحها شويه، وبعدين تجيب الصينيه. جبت الصينيه وقمت دهناها، وقعدت افرد فيها. سبتها تستريح في الصينيه شويه، يجي ربع ساعه، 5 دقايق او 10 دقايق، وقمت فرداها. ماشي يا حبايبي. قمت حطاها في الفرن. حطيت واحده الاولانيه ديت، حطيت عليها جبنه موتزاريلا من فوق الوش، قمت حطاها فوق في الفرن. والتانية حطيتها بطريقه مختلفه شويه، ان انا عملت ايه، سبتها تستوي شويه جوه في قلب الفرن، وبعدين قمت حاطه جبنه موتزاريلا. فاللي يعجبكم اعملوه، طريقتين حلوين بصراحه. دي شوفوا علت ازاي، وبقت جميله جدا في السوا. بصراحه كانت جميله. شفتي دي انا طلعتها من الفرن بالطريقه دي، لما لقيتها قبت شويه وبقت حلوه، قمت مطلعاها وبقت نص سوا مثلا. مطلعاها بقى وحط لها جبنه الموتزاريلا من فوق الوش، وقمت هدخلها تاني هتاخد وش. شفتوا بقى انا وريتكم الفطيره اهي، بصوا مورقه وجميله ازاي، مورقه وجميله ازاي. الله تعجبكم الطريقه. ودوت بقى البيتزا اللي انا عاملاها، وريتكم واحده منها يعني عشان تشوفوها انا كنت عامله بيتزا. ماشي يا حبايبي. بصوا دي كانت لسه سخنه، كانت لسه سخنه وطالعه من الفرن، لسه سخنه يا حبايبي وطالعه من الفرن. فعشان كده ايه بوريها. ماشي يا حبايبي، انا وريت لكم قد ايه ان هي كانت طريه، والتانية دي كانت لسه طالعه من الفرن، فكانت سخنه جدا. فعلى قد ما قدرت تشوفوا التسويه من تحت جميله ازاي. شفتوا بوريكم ان هي مورقه. ديت برضك البيتزا كانت مورقه، لونها حلو جدا وجميله وفيها مطه كده حلوه. الله تعجبكم يا رب الطريقه. ما تنسونيش في اللايك، ولو عجبتكم الطريقه ما تنسوش اختكم بكلمه حلوه ودعوه جميله منكم. ماشي يا حبايبي، مع الف سلامه.